السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياس وأخصائي النفسي. النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، هو بعنوان: عندما يذهب الصغير للمدرسة لأول مرة. لازم ناخد بالنا كويس جدا يا جماعة أن إعداد الطفل لهذا التغير الهائل في حياته وانتقاله من مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هو من سن 2 لأربع سنوات إلى مرحلة المدرسة، آه، هي مرحلة مهمة جدا وأساسية جدا. هذا الإعداد يجب أن يبدأ منذ الولادة، وذلك بابتعاد الأم عن الطفل تدريجيا وعلى مراحل، حتى يشعر بأنه كيان مستقل وقائم بذاته ومنفصل عن هذا العالم الخارجي الذي يتمثل في أمه في مراحل الطفولة المبكرة منذ الولادة حتى 2 من العمر. وكل هذا الانفصال التدريجي يجعل الطفل أكثر اعتمادا على نفسه واحتراما لذاته، ويبدأ في تنمية قدراته الخاصة في كل المجالات، سواء كانت الجسمية والاجتماعية والنفسية. وقرب مرحلة المدرسة الأولية لابد وأن يحكي الوالدين للطفل حكايات عن المدرسة ووظيفتها وأهميتها وطبيعتها، وأنها واجب وهدف أساسي لحياة الطفل ولكل طفل. كذلك بيوضح الوالدان حقيقة العلاقات التي تحدث في المدرسة بين الطفل ورفاقه ومدرسته ومدرسيه، وأن المدرسة ما هي إلا امتداد للمنزل أو للأسرة، ولكنها امتداد أشمل وأوسع، حيث يخرج الطفل من عالم صغير إلى عالم أكبر وأكبر. وفي الأيام الأولى للمدرسة قد يواجه الأهل بمشاكل انفصال الطفل عنهم، وذلك بالبكاء والثورة والغضب وعدم التكيف مع الجو المدرسي وغير ذلك، وبخاصة بالنسبة للطفل الذي يتم إعداده إعدادا صحيحا من قبل كما ذكرنا. وهذا كله يجب ألا يزعج الأسرة، ويجب أن يقابل بالعطف والتقدير والصبر والحزم في نفس الوقت. كذلك يجب أن تتفهم الأسرة وهيئة المدرسة الدور الهام والحرج في هذه الفترة من حياة الطفل، وهناك بعض الشروط الأساسية التي يجب تقديرها ومراعاتها، والتي تفيد الطفل من الناحية النفسية، ولا تترك لديه أي عقد أو رواسب نفسية في مستقبل حياته، خاصة في علاقته بالدراسة والمدرسة. وهذه الشروط هي كالتالي: أول حاجة يا جماعة، أن المدرسة التزام وواجب أساسي في حياة كل إنسان حتى يمكنه أن يشارك في بناء مجتمعه ووطنه، فيجب ألا تكون مواظبة الطفل شيء اختياري وغير هام طالما أنه في مرحلة الحضانة أو الروضة، وأنه لا يتعلم شيئا هاما، بل بالعكس، فإن ما يتعلمه الطفل من المدرسة في هذه المرحلة قد يكون أهم مما سيتعلمه في مستقبله كله، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء فيما بعد. تاني نقطة، وهي من النقاط المهمة جدا، أن المدرسة امتداد للمنزل والسياسة العامة في التربية يجب أن تكون موحدة وثابتة، وذلك يتأتى باتحاد واتصال الوالدين بأسرة التدريس بصفة مستمرة ودائمة. لازم يكون في تواصل ما بين الوالدين وبين المدرسة. ثالث نقطة مهمة جدا، يجب ألا يكون هناك انشقاق في الرأي بين المدرسة والمنزل بأي حال من الأحوال. ما ينفعش بعض القيم اللي بتحاول المدرسة تغرزها في الطفل، بنلاقي ان الوالدين لم يلتزموا بهذه القيم، بل بالعكس بينادوا إلى عكس ذلك. كل ده طبعا بيعمل اضطرابات عقلية ونفسية لهذا الطفل. طيب، النقطة الرابعة، ان المدرسة هي بداية الألم والمعاناة في حياة الطفل الصغير، وهذا الألم وهذه المعاناة أساسيان لصقل شخصية الطفل، وعنصر هام في تكوين نفسيته وتكوينا صحيحيا. فيجب ألا تزداد شفقة الأم طبعا وحنانها لدرجة منعه من الذهاب للمدرسة بعض الأيام، أو بإظهار كراهيتها للمدرسة أمام الطفل مهما كانت طبعا الأسباب.
خامس حاجة المذاكرة وأداء واجب المدرسة يجب أن يعتبر وظيفة هامة في حياة الطفل، وليس شيئا اختياريا يتوقف على الظروف والملابسات. سادس نقطة وهي مهمة أيضا هي عوامل الترهيب والترغيب. يجب أن تتبع في أسلوب تربية الطفل ومفهومه عن المدرسة بحيث تتكون عنده فكرة إن المدرسة هي شيء مرغوب فيه. يخشى الإهمال في اتباع تعليماتها، وإذا كان هناك تقصير في واجباته فلا بد إحنا كدور الوالدين إن إحنا نحاول نحرمه من حاجة بيحبها في سبيل إنه هو يحقق النجاح والتفوق ويكون من الأبناء المشرفين لمصر والوطن العالم كله. لو في أي استفسار أو أي شكوى من هذا النوع رجاء الاتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.